المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: فاعلة لحفظ المياه والتربة في قلامت. حلف الأطلسي يشدد على مخاوفه من روسيا وإيران وكوريا الشمالية. نتنياهو يبحث مع بوتين بشأن الحضور الإيراني في سوريا. وقتلى وانهيارات أرضية شمالي شرقي الهند. أهلا بكم مشاهدينا. توجه الإريتريون المقادمون من دول المهجر في 11 من يوليو الجاري إلى ساوا للمشاركة في مهرجان الشباب الثامن الذي ينظم في الفترة من 13 وحتى 15 تحت شعار الشباب قوة دافعة للتطور المستدام وتخريج الدفعة 31 للخدمة الوطنية. أوضح المواطنون القادمون من كندا وشمال أمريكا والشرق الأوسط وأفريقيا والبالغ عددهم أكثر من 1000 مواطن أثناء تحركهم من ساحة الفاتح من سبتمبر، أوضحوا بأن مهرجان هذا العام يتميز باعتباره ينظم في مرحلة مبشرة بالسلام، وعبروا عن ارتياحهم وسعادتهم للفرصة التي أتيحت لهم من أجل زيارة مدينة الشباب التي لعبت ولا تزال تلعب دورا بارزا في تنشئة أجيال كفؤة، مشيرين إلى أن فترة إجازاتهم التي يقضونها في بلادهم تفيد الآباء وأبنائهم من الشباب بصورة متساوية. وأكدوا بأن ساوا تعد جسرا للتلاقي بالنسبة لهم، معبرين عن أمنياتهم الكبيرة بأن تتضاعف أعداد المواطنين القادمين من مختلف دول العالم إلى ساوا لأداء الواجب عاما إثر آخر. ويركز مهرجان الشباب الثامن الذي ينظم بالتزامن مع تخريج الدفعة 31 للخدمة الوطنية يركز على إبداعات الشباب وابتكاراتهم والدور الهام الذي لعبه الاتحاد الوطني للشباب والطلبة خلال 40 عاما الماضية في التأطير وبناء الشباب، إضافة إلى دور الشباب في الكفاح المسلح وحماية السيادة وإعمار البلاد، كما يشتمل على أنشطة نفير وبرامج ثقافية ورياضية وسمينارات وعروض للابتكارات والصناعات ونقاشات جماعية وغيرها من البرامج التي تهم الشباب. قام الإريتريون المقيمون في هولندا والسعودية وجنوب السودان بأنشطة دبلوماسية متنوعة هذا الأسبوع. وقام الإريتريون الذين يتواصلون عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك في هولندا بالتبرع ب 16,600 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء هذا العام، وذلك مواصلة للمبادرات المماثلة السابقة تعبيرا عن اعتزازهم وامتنانهم للشهداء الأبرار. من ناحية ثانية، عقدت الجالية الإريترية في الدمام بالمملكة العربية السعودية مؤتمرها الثالث لتقييم أنشطتها وانتخاب أعضاء المجلس المركزي واللجنة التنفيذية. وأكد رئيس جالية الدمام السيد حسن محمود في الكلمة التي ألقاها على أهمية الجالية في تقوية التأطير والروابط لمواجهة تحديات الغربة، متمنيا للإدارة المنتخبة التوفيق في عملها. من جانب آخر، قام شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في جوبا بجمهورية جنوب السودان في الاجتماع التقييمي نصف الثانوي بإصدار قرارات وتوصيات من أجل تعزيز أنشطتهم ودورهم في البرامج الوطنية. وفي الكلمة التي ألقاها سفير دولة إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلميكيل، قال إن هدف تنظيم شباب الجبهة الشعبية هو تنشئة الشباب في المهجر عبر القيم الوطنية وتعزيز مساهمتهم في تنمية البلاد في جميع النواحي، مؤكدا مواصلة دعم السفارة لإنجاز هذا الهدف. نظم سكان ضاحية قلامت بمديرية أفعبات أنشطة نفير فعالة تمثلت في حفظ المياه وحماية التربة، وخاصة في إصلاح مساقط المياه وصيانة الحفير الذي شيد قبل 3 أعوام ويعد مصدرا هاما للمياه في منطقتهم. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في المديرية السيد حقوس كبرة تنسائي بأن العمل أنجز بمشاركة 200 شخص بشكل يومي. من جانبه، قال مدير ضاحية قلامت السيد محمد نور أن العمل كان ناجحا نتيجة للتنظيم القوي والمشاركة الفاعلة، موضحا تنفيذ العمل بشكل فعال مستقبلا. وأشار المشاركون إلى نجاحهم في حماية الحفير الذي يعد مصدرا هاما لمياه الشرب لهم ولماشيتهم من الامتلاء بالطمي، مؤكدين على بذل الجهود لتوسعته.
مشاهدينا، نشرتنا تتواصل عبر الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. عبر حلف شمال الأطلسي عن القلق من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط، كما عبروا عن قلقهم من الاختبارات الصاروخية المكثفة التي تجريها طهران ومن مداها ودقتها. وأعلن قادة الحلف خلال القمة التي عقدت في بروكسل التزامهم الثابت بأهداف الإنفاق الدفاعي المتفق عليها، وشددوا على مخاوفهم إزاء التهديدات التي تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية. وفي إيماءة واضحة لانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الشركاء في الحلف ينفقون القليل جدا على الدفاع، قال الحلف في بيان له: نحن ملتزمون بتحسين توازن المشاركة في نفقات ومسؤوليات عضوية الحلف. وعبر القادة عن مخاوفهم من الأنشطة التي انتهجتها روسيا في الآونة الأخيرة، قائلين أنها تؤثر على الاستقرار والأمن، وأضافوا أنهم يتضامنون مع التقييمات البريطانية بأن روسيا هي المسؤولة عن هجوم بغاز أعصاب في مدينة سالزبوري البريطانية. كذلك دعا قادة حلف شمال الأطلسي جميع الدول إلى مواصلة الضغط الحاسم على كوريا الشمالية، بما في ذلك التنفيذ الكامل لعقوبات الأمم المتحدة لإقناعها بالتخلي عن أسلحتها النووية والكيماوية والبيولوجية. قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ روسيا بأن إسرائيل لا تنوي تهديد حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وطلب من موسكو إخراج القوات الإيرانية من سوريا. وأضاف المسؤول أن روسيا تعمل بالفعل على إبعاد القوات الإيرانية من مناطق في سوريا قريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وأنها اقترحت بأن تظل على بعد 80 كيلومترا، لكن هذا لا يفي بمطلب إسرائيل بخروجها بشكل تام. هذا وأشاد علي أكبر ولايتي مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالعلاقات الاستراتيجية بين بلاده وروسيا خلال زيارة لموسكو تأتي في إطار حملة دبلوماسية إيرانية بينما تتأهب لمواجهة العقوبات التي ستفرضها أمريكا عليها مجددا. عسكريا، بث جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو يظهر لحظة اعتراض طائرة روسية بدون طيار اخترقت المجال الجوي لإسرائيل، وذلك بإطلاق صاروخ باتريوت عليها. وقال متحدث عسكري إنه تم إطلاق صاروخ باتريوت لاعتراض الطائرة، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار بالدفاع الجوي. قال مسؤول إن أمطارا غزيرة تتسبب في انهيارات أرضية في شمال شرقي الهند، مما أسفر عن مقتل 8 أطفال وامرأة. وأضاف المسؤول أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية في تامينغلونغ على مسافة 155 كيلومترا غربي إمفال عاصمة ولاية مانيبور. وقال إن عمال الإغاثة يبحثون عن المزيد من الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض. وقتلت الانهيارات الأرضية الناتجة عن أمطار موسمية غزيرة في جنوب آسيا عشرات الأشخاص، وشردت أكثر من مليون أغلبهم في شمال شرقي الهند وبنغلاديش منذ يونيو الماضي. هذا وفي أفغانستان أعلن مسؤولون أن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما اعتبر 13 آخرون في إعداد المفقودين إثر انهيار سد متهالك في وادي بنجشير الذي يبعد 100 كيلومتر شمالي العاصمة كابول. يعتقد خبراء أنهم ربما توصلوا إلى طريقة لحماية الأطفال من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول منذ ولادتهم، وتكمن الطريقة في تدريب أجهزة المناعة لدى الأطفال من خلال إعطائهم مسحوق أنسولين لتوفير حماية تدوم مدى الحياة. ويرغب باحثون في جامعة أكسفورد في مراقبة 30,000 طفل بهذه الطريقة لتحديد الأصلح منهم لإجراء التجربة. ويعتقد أن طفلا من كل 100 طفل يحمل جينات تجعله أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري النوع الأول الذي يعتمد على الأنسولين. ولا توجد طريقة حاليا لمنع الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.
مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.